احترقت حتى الموت في الفرن. أنا جزيرة تومبسون، كان عمري 1.5 سنة حين حصلت قصتي في عام 2015. فقد ذهبت أمي وزوجها لتناول طعام البيتزا خارج البيت، وتركاني مع إشقائي الثلاثة. كان عمر أكبرهم 5 سنوات و2 في عمر الثالثة. كنا نلعب في المطبخ عندما قام شقيقي الذي يبلغ 3 سنوات بوضعي في الفرن، وقام شقيقي الآخر بإشعال الفرن إلى أقصى درجة. عندما أحسست بحرارة الفرن بدأت أركل بقدم الباب للخروج، ولكنهم تركوني حتى عادت أمي وزوجها بعد 2 ساعات، ورأوا إخوتي يبكون وهم يشيروا إلى المطبخ الذي امتلأ برائحة احتراق جسدي. قام زوج أمي بفتح الفرن وأخرجني منه، ولكني كنت ميتة، فقد كنت مصابة بحروق شديدة. آتت الإسعاف وأعلن الطبيب الشرعي وفاتي بسبب الحروق، وقبضت الشرطة على أمي وزوجها. في المحكمة قالوا أنه ربما يحكم على أمي وزوجها بالسجن لمدة 2 عام بتهمة تعريض الأطفال إلى الخطر. أليس هذا ذنب أمي التي تركتنا ونحن مجرد أطفال لا ندرك الأخطار، وتسببت بموتي بهذه الطريقة